النهارده هكلمكم عن فوبيا القطط. فوبيا القطط انا مريت بيها سنين عمري كله. اكيد كل واحد منكم يعرف حد بيخاف من القطط، بيترعب من القطط. لما بيكون في مكان عام بيسبب لنفسه احراج شديد جدا بسبب موضوع القطط اللي انا مريت بيه كتير قوي قوي قوي. يعني مواقف محرجة كتير جدا في الاماكن العامة بسبب الفوبيا الشديدة من القطط. عارفين انتوا اللي هو قالوا انزلوا خدوني عشان في قطة على السلم؟ لا، كانت حاجة صعبة جدا. عشان ما اطولش عليكم، اتخطيت الموضوع ده ازاي؟ ابتديت ادخل كل الجروبات واتحشرت فيها بتاعه القطط، بقيت اشوف الناس بتتعامل مع قططها ازاي، بقيت اتفرج على فيديوهات كتيره جدا للقطط. بقيت اقول مادام ربنا سبحانه وتعالى خلاهم موجودين معانا وبيمارسوا حياتهم معانا في الشوارع، يبقى اكيد هم يعني حاجه كويسه، اليف مش مضر على الانسان. وبعد ما هيأت نفسي كويس لمرحله ان انا نفسي يكون عندي قطه، لان انا الموضوع ده كان نفسي فيه من زمان. كان عندي صاحبتي واختي وعشرة عمري عكسي تماما، بتحب الحيوانات جدا، عندها حيوانات. المهم في يوم من الايام جابت لي قطه صغيره بيبي وقالت لي يلا حطي ايدك عليها. طبعا رعب، خوف، قلق. ابتديت احط ايدي، لا الدنيا تمام. شويه كده خدي بقى الحته دي اكليها. برضو خوف، ازاي مش هقدر؟ هتقدري. فعلا قعدت تحاول القطه البيبي ان هي تلحس كده من صباعي وتاكل حته الجبنه. ساعتها الشعور اتبدل معايا من الخوف وللرعب الله كيوت قوي، يا ريتها معايا وعايشه معايا واكلها وبتاع. ما كنتش مصدقه خالص ان انا لمست قطه، وان هي اكلت من ايدي، وان انا شلتها. طبعا التجربه دي كانت مع قطه بيبي خالص صغيره، وكنت فاهمه من قبليها زي ما قلت لكم ان انا هيأت نفسي، ففاهمه ان هي الصغننه دي مش هتعمل لي حاجه، مش هتعضني، ما فيهاش سنان قوي كده يعني. بعد كده ابتديت رحلتي وابتديت ادور على قطه تكون شبهها شويه في السن، ولحد ما لقيت الاعلان بتاع روزي. لقيتها كده قطه كيوت وشكلها هاديه، وفعلا قمت جايه جبتها وابتديت معاها بقى الرحله اللي انا كان نفسي فيها من زمان. كل مدى اكتر، كل ما بقرب من القطط اكتر بفهمهم اكتر، بعرف كل حاجه اكتر عنهم. لحد دلوقتي زي ما انتم شايفين بقى في جروب جميل اسمه يوميات القطه روزي. بنتشارك فيه في كل التجارب بتاعتنا وكل حاجه. ونصيحتي ليكي ما تضيعيش الوقت اللي بيجري. لو انت فعلا من جواكي بتحبي القطط بس خايفه منهم، استعيني بصديقة تكون مقربة منك، تكوني بتثقي فيها جدا، هي اكيد برضه هتقدر تساعدك في التخطي من فوبيا القطط. اشوفك على خير.